the attention economy. And baby, business is booming. يا مساء الفل أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من البوكس أوفيس. أسبوعنا النهاردة مش بس أرقام وملايين، ده أسبوع المعجزات. عندنا فيلم ياباني بميزانية تعتبر فكة قدر يقتحم الصالات الأمريكية ويجمع ملايين عالميا، وعندنا ماريو اللي قرر يركب صاروخ المجرة ومش ناوي يسيب المركز الأول لحد للأسبوع التاني على التوالي. وطبعا ما يفوتكش صراع الرعب. يا ترى إيه هو فيلم الرعب اللي ميزانيته ما تجيش كسر في ميزانية أفلام هوليود قدر يزيح الكبار ويحقق أرباح خيالية؟ وإيه حكاية الفيلم الوثائقي اللي قلب الدنيا ودخل القايمة من أول أسبوع؟ جهز قهوتك المظبوطة ويلا بينا نعرف الزتونة مين اللي ركب القطر ومين اللي تاه في قائمة التوب 10 لأفلام البوكس أوفيس للأسبوع ده. وفي المركز العاشر بنفتتح حلقتنا بفيلم Reminders of Him. الفيلم في أسبوعه الخامس وجمع حوالي $1,000,000، وده رقم متوقع بعد شهر كامل من العرض. لكن الرقم الحقيقي اللي يهمنا هو إجمالي الإيرادات، واللي وصلت ل $84,168,000. وبالرغم من إن الفيلم بدأ يودع القايمة إلا إنه حقق معادلة النجاح بامتياز. ميزانية الفيلم $25,000,000، ودلوقتي مجمع أكتر من 3 أضعاف ميزانيته، وده رقم ممتاز لفيلم درامي رومانسي. والتقييم 6.4 بيعكس إن الفيلم قدر يرضي عشاق الرواية والنوعية دي من الدراما، وصموده لمدة شهر كامل وسط أفلام الأكشن والأنيميشن يعتبر إنجاز كبير لفريق العمل. وفي المركز التاسع ومعانا فيلم الدراما التاريخي A Great Awakening. الفيلم في أسبوعه التاني جمع $1,271,000، وبكده إجمالي إيراداته بعد 10 أيام عرض وصلت $4,888,000. وبالرغم من إن الفيلم واخد تقييم عالي جدا 7.5، إلا إنه بيعاني في شباك التذاكر. ميزانية الفيلم $13,000,000، وحتى الآن لسه محققش نص تكلفته. واضح إن أفلام السيرة الذاتية التاريخية في إبريل 2026 بتواجه منافسة شرسة جدا من أفلام الفرانشايز والأنيميشن، وصعب جدا تصمد قدام الحيتان اللي فوق في القايمة. الفيلم محتاج نفس طويل، وتقييم الجمهور العالي ممكن يساعده يلم تكلفته في الأسابيع اللي جاية لو استمر في العرض. وصلنا للمركز الثامن ومعانا مفاجأة الأسبوع ده، فيلم الرعب الياباني الجديد إكزيت 8، واللي في أول أسبوع عرض ليه في الصالات الأمريكية قدر يحقق $1,404,000. لكن لو بصينا على الصورة الكاملة هنلاقي إن إجمالي إيراداته العالمية وصلت لرقم يخوف، وهو $40,609,000. الفيلم مقتبس من لعبة فيديو قصيرة قلبت السوشيال ميديا، وفكرتها مرعبة في بساطتها. انت محبوس في ممر مترو ملوش نهاية، وكل اللي عليك انك تمشي وتلاحظ اي تغيير غير طبيعي حواليك. لو شفت حاجة غريبة لازم تلف وترجع فورا، ولو مخدتش بالك الممر ده هيبقى أبرك. احنا قدام ظاهرة بتقلب موازين السوق. فيلم ميزانيته تعتبر لا تذكر وبإمكانيات بسيطة جدا قدر يجمع $40,000,000 عالميا ويقتحم البوكس أوفيس الأمريكي. وبالرغم من تقييمه اللي واقف عند 6.4، إلا إن نجاحه بيثبت إن الفكرة المرعبة والترند هما اللي بيكسبوا في الآخر، مش بس الميزانيات الضخمة. والمركز السابع بياخدنا لمنطقة الرعب المستقل بامتياز مع فيلم الرعب الجديد Faces of Death، واللي في أول أسبوع عرض ليه قدر يجمع $1,700,000. وبما إن الفيلم لسه نازل جديد فده هو نفس إجمالي إيراداته حتى الآن. الفيلم ده هو نسخة ريميك لواحد من أشهر أفلام الرعب الممنوعة زمان، والقصة بتدور حوالين بنت شغالة مودريتور على موقع تواصل اجتماعي، ومهمتها تمسح الفيديوهات العنيفة. لكنها بتكتشف فيديوهات قديمة بتمثل مشاهد موت حقيقية، وبتبدأ تشك إن اللي بتشوفه ده بيحصل بجد في الواقع. بعيدا عن الأرقام المليونية، الفيلم ده هو النجم الحقيقي للأسبوع ده من حيث الربحية. لما يكون فيلم متكلف $450,000 بس ويجمع في أول كام يوم $1,700,000، ده معناه إنه حقق تقريبا 4 أضعاف ميزانيته في أسبوع واحد.
تقييم الفيلم 6.5 يعتبر مقبول جدا لنوعية أفلام الرعب دي، والواضح إن اسم الفيلم وتاريخه القديم قدروا يشدوا جيل جديد من عشاق السينما الغريبة والدموية. وصلنا للمركز السادس، وهنا بنسيب الرعب شوية ونروح لعالم الموسيقى مع الفيلم الوثائقي الجديد لفرقة BTS. الفيلم في أسبوعه الأول قدر يجمع 2 مليون و440 ألف دولار، وطبعا ده هو نفس إجمالي إيراداته لأنه لسه في مرحلة الافتتاح. الفيلم بيوثق الجولة العالمية الأسطورية للفرقة الكورية BTS، واللي كانت بعنوان أري رانش، وبنشوف فيه كواليس التحضيرات ولحظات الضعف والقوة للأعضاء ورا المسرح والأداء الحي اللي أبهر الملايين حوالين العالم، وكأنك قاعد في أول صف في الحفلة. كالعادة أي حاجة وراها اسم BTS لازم تحجز مكانها في الترند. الفيلم واخد تقييم عالي جدا 7.7، وده بيأكد إن القاعدة الجماهيرية للفرقة لسه حديد. وبالرغم من إن الرقم ممكن يبان قليل مقارنة بالأفلام السينمائية، إلا إن نوعية الأفلام دي بتعتمد على عرض محدود وبتكسب ذهب من بيع التذاكر الغالية والمنتجات الخاصة بالفرقة. وصلنا للمركز الخامس، ومعانا العملاق اللي مش راضي يسيب القايمة، فيلم الأنيميشن هوبرز. الفيلم في أسبوعه السادس قدر يجمع 4 مليون و100 ألف دولار، وبكده إجمالي إيراداته وصلت لرقم مرعب، وهو 354 مليون و422 ألف دولار. الفيلم من إنتاج ديزني وبيكسار، وقصته غريبة وشيقة جدا، بتدور حوالين بنت اسمها مابل بتقدر تنقل عقلها جوه حيوان آلي سنجاب، وده علشان تدخل عالم الحيوانات وتفهم لغتهم وتعيش مغامراتهم. ومن هنا بتبدأ الأحداث الكوميدية والمغامرات اللي مش بتخلص. الخلاصة إن الفيلم يفضل في المربع الذهبي أو قريب منه للأسبوع السادس، ده معناه إنه خيار العيلة الأول بلا منازع. وبالرغم من ميزانيته الضخمة 150 مليون دولار، إلا إنه دلوقتي محقق أكتر من ضعف تكلفته، وتقييمه 7.5 ثابت ومستقر. الفيلم ده حرفيا ماسك في الكراسي ورافض يخرج من المنافسة، وده بيثبت إن بيكسار لسه عندها الخلطة السحرية اللي بتعيش مع الجمهور لفترة طويلة. وفي المركز الرابع ومعانا الخروجة الرايقة للأسبوع ده، فيلم الرومانسية والكوميديا الجديد يو أم مي أند توسكاني. الفيلم في أول أسبوع عرض ليه قدر يجمع 8 مليون دولار، وقدر يحقق إجمالي إيرادات عالمية وصلت ل 9 مليون و108 ألف دولار. الفيلم بياخدنا للريف توسكانا الساحر في إيطاليا، وبتدور قصته حوالين 2 غربة عن بعض بيضطروا يشتركوا في فيلا واحدة بالخطأ أثناء أجازتهم. ومن هنا بتبدأ المواقف الكوميدية والشرارة الرومانسية وسط المناظر الطبيعية اللي بتخطف العين في رحلة لاكتشاف الذات والحب. بالنسبة لفيلم رومانسي ميزانيته متوسطة 18 مليون دولار، فالبداية ب 8 مليون في أسبوع واحد تعتبر ضربة معلم. الفيلم قدر يسحب بساط أفلام العيلة شوية ويجذب فئة الشباب والكابلز، والتقييم 6.5 يعتبر منطقي جدا لنوعية الأفلام دي. ولو كمل بنفس المعدل ده للأسبوع الجاي، الفيلم هيغطي تكلفته ويبدأ يدخل في مرحلة الأرباح الصافية بسرعة جدا. وفي المركز الثالث ومعانا الفيلم اللي قالب الدنيا بوجود أسماء تقيلة زي زندايا وروبرت باتنسون، فيلم ذا دراما. الفيلم في أسبوعه الثاني جمع 8 مليون و707 ألف دولار، وبكده إجمالي إيراداته في 10 أيام بس وصلت ل 42 مليون و701 ألف دولار. الفيلم بيقدم قصة حب مش عادية لسه بتبدأ، لكنها بتتعرض لاختبار قاسي جدا لما بتظهر أسرار من الماضي بتهدد كل حاجة، والدراما بتبدأ تتصاعد في إطار بيجمع ما بين الضحك والوجع في نفس الوقت. الفيلم ده ميزانيته 30 مليون دولار، ودلوقتي كاسر حاجز ال 42 مليون، يعني رسميا بدأ يحقق أرباح صافية من تاني أسبوع. والتقييم 7.5 بيأكد إن الكيمياء ما بين الأبطال والسيناريو ظابطين جدا مع الجمهور. وبالرغم من المنافسة الشرسة، إلا إن ذا دراما قدر يثبت إن وجود نجوم شباك مع قصة مكتوبة صح لسه ليهم الكلمة العليا في البوكس أوفيس. وصلنا للوصافة ومعانا وحش الخيال العلمي اللي ما بيشبعش أرقام، فيلم بروجكت هيل ماري. الفيلم في أسبوعه الرابع ولسه بيمطر دولارات، وجمع 24 مليون و580 ألف دولار، وبكده إجمالي إيراداته كسرت حاجز النص مليار رسميا ووصلت ل 510 مليون و657 ألف دولار. الفيلم مقتبس عن رواية لصاحب فيلم ذا ميرشن، وبنشوف فيه رايان جوسلينج في دور عالم بيصحى على سفينة فضاء
وهو فقد الذاكرة، وبيكتشف إنه الأمل الأخير للبشرية علشان ينقذ الأرض من كارثة شمسية، ولازم يستخدم علمه وذكائه علشان يحل الألغاز دي وهو وحيد في الفراغ. إحنا قدام ظاهرة سينمائية في 2026 إن فيلم خيال علمي ميزانيته 110 مليون يلم أكتر من 5 أضعاف ميزانيته في شهر واحد. ده إنجاز تاريخي. التقييم لسه ثابت عند 8.4، وده بيخليه واحد من أعلى الأفلام تقييما في السنة كلها. الفيلم ده مش مجرد نجاح، ده درس في إزاي تعمل فيلم تجاري وبجودة فنية عالية جدا في نفس الوقت. وصلنا لقمة الهرم والمركز الأول اللي محتله السباك الإيطالي للأسبوع الثاني على التوالي بفيلم ذا سوبر ماريو جالاكسي موفي. احنا هنا مش بنتكلم عن نجاح عادي، احنا قدام إعصار بيكنس الأخضر واليابس. الفيلم في أسبوعه الثاني بس جمع 69 مليون دولار، والرقم ده خلاه يوصل لإجمالي إيرادات خيالية في ظرف أسبوعين، وهي 628 مليون و765 ألف دولار. المرة دي ماريو ولويجي بيسيبوا مملكة الفطر وبيطلعوا في رحلة عبر المجرات علشان ينقذوا الأميرة بيتش من تهديد كوني جديد. الفيلم مليان عوالم غريبة وكواكب متغيرة الجاذبية، وكل ده في إطار من الكوميديا والأكشن اللي بيناسب كل الأعمار. ماريو في 2026 بيكرر نفس السيناريو الجزء الأول، وبيثبت إنه مغناطيس فلوس. لما فيلم يغطي ميزانيته ال 110 مليون وزيادة في أول كام يوم ويوصل ل 628 مليون في أسبوعين بس، يبقى احنا بنقرب بسرعة الصاروخ من نادي المليار دولار. وبالرغم من ان التقييم 6.5، يعني الجمهور شايف الفيلم ممتع بس مش عبقري، الا ان قوة البراند وارتباط الناس بالشخصيات خلت الفيلم في حتة تانية خالص بعيد عن اي منافس. ماريو حاليا بيلعب في دوري لوحده. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية جولتنا في عالم الأرقام والبوكس أوفيس للأسبوع ده. واضح إن 2026 لسه مخبية لينا مفاجآت كتير. ماريو لسه بيكتسح، وأفلام الرعب المستقلة بتثبت إن الفكرة أهم بكتير من الميزانيات الضخمة. لكن السؤال المهم، يا ترى ماريو هيقدر يكسر حاجز المليار دولار الأسبوع الجاي ولا لأ؟ ومين في الأفلام اللي اتكلمنا عنها النهاردة ناويين تدخلوه السينما؟ مستني رأيكم في التعليقات. ورجاء ما تنسوش اللايك المتين للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل أخبار السينما والبوكس أوفيس كل أسبوع. واشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو الجاي.